السلام عليكم. اليوم جيت نعاود لكم على راجلي اللي مزوجه بيه هذا 4 سنين. من بعد ما كنسالي الاشغال ديال الدار كنجلس كنرتاح. واحد المره قلت علاش لا اللي ما نتهلطش في راسي ونبين الانوثه ديالي. صافي ساليت الشقه ديالي بحال دائما ولبست احسن ما عندي ودوزت ودرت ميكاب انا زوينه وزدت كملت بهذاك الميكاب. من بعد ما دخل الزوج ديالي لقاني مقاده ويقول لي الحمد لله شنو المناسبه. قلت ليه مره الواحد كيبغي يعتني براسو ويقول لي احسن حاجه درتيها. انا نقول لي صافي صافي بركه من الهضره وسير تاخذ لك واحد الدوش وانا غنوجد لك العشاء ومن بعد جي نهضروا. صافي هو داكشي اللي مشى دارو. خدا له واحد الدوش ومن بعد وجدت له العشاء جينا تعشينا وبقينا كنهضروا. هو يقول لي محدك اليوم فرحانه انا بغيت نقول لك واحد الخبر. خاصك تعرفي. قلت لي واخا مرحبا قول لي شنو كاين. شويه وقال لي لا صافي انا فيا الناس غادا نعس. قلت لك غير قول لي وسيت نعس. قال لي لا ما غاداش نقدر غادا نعس دابا حتى الصباح ونقول لك اشنو كاين. ما نقولش لكم الاخوان هذيك الليله ما نعستش نهائيا الليل كامل انا كنفكر وكنقول شنو باغي يقول لي هذا الراجل. شنو اللي مخبي ليا شنو اللي ما عارفاهش انا. الليل كامل انا كنفكر وبغيت غير الصباح امتى يوصل. من بعد ما فقت في الصباح وجات لي الفطور. جلس يفطر قلت لي يلا قول لي شنو كاين. البارح راني ما نعستش وما شفتش الناس كيفاش داير. بغيت نعرف شنو كاين. ويقول لي خليني بعدا حتى نفطر ونقول لك شنو كاين. صافي هي هذيك. كنتسناه يفطر ملف كيدير الفطور غير 5 دقائق دار هذاك النهار نص ساعه وهو كيفطر. من بعد ما سال الفطور ديالو قلت ليه قول لي شنو كاين. قال لي من بعد غادا نقول لك ماشي دابا وماشي وقت هاد الهضره دابا غادا نمشي للعمل ديالي. صافي هو خرج وخلاني وانا نقول اشنو غادي ندير اشنو غادا ندير. من بعد غادا نتصل بالام ديالو. الام ديالو اللي هي كتعرف عليه الشده والفاده كتعرف اي حاجه قبل ما نعرفها انا. قلت غنتصل بها اتصلت بها وقلت لها خالتي بان راجلي اليوم راه بغى يقول لي شي كلام ولكن ما قدرش. هي تقول لي شوفي انا هذوك السوق بعيد مني وخليوني خارجه عليكم وخليوني بعيده في اتساع منك ليه ماشي سوقي انا. وقطعت عليا التليفون وانا كيدور لي فراسي شنو باغا تقول شنو باغا تقول. وانا نعاود نتصل بها مره اخرى وبغيت نعرف منها بالضبط شنو كاين. هي تقول لي شوفي من حقه يعاود حياته مره اخرى هو راه باغي يتزوج. وانا نقول لها كيفاش باغي يتزوج. قالت لي يا ولدي راه باغي يولد. قلت لها انت راك خالتي عارفه كل شيء بان انا ما عندي حتى شي مشكل. خاصو هو يمشي يشوف الطبيب واش عنده شي مشكل ولا لا. قالت لي راني عارفه وهذا الشيء قلتو ليه ولكن هو راه ما بغاش يدخلو راسو. هادشي اللي كاين. المهم انا قلت لك ودبري راسك انتي وياه. قالت لك صافي هي هذيك. من بعد ما جا وقلت ليه اشنو باغي دير. قال لي انا راه باغي نتزوج الصراحه بغيت نبني حياتي من جديد وباغي نولد وليدات. قلت له دابا انا شنو درت ليك شنو المشكل اللي بيني وبينك. انا ما فيا حتى شي مشكل. قال لي المهم انا قلتها لك انا بغيت نبني حياتي ونولد وليداتي. قلت لي صافي واخا مرحبا. وكيف ما كتعرفوا او كيف ما كتعرف اي وحده بان ملي كتزوج بشي راجل كتكون كتبغيه بزاف. انا كنت كنبغيه بلا قياس. صافي من بعد قررت انني نطلق منه. قلت لي شوف غادا تطلقني انا غنجمع حوايجي وغنمشي لدار الاب ديالي حتى توجد لي البرا ديالي وصيفطها. قال لي اوكي واخا على الراس والعين موجوده. صافي هي هذيك جمعت الحوايج ديالي وكل شيء الحوايج كاملين باش ما نبقاش نعاود نرجع مره اخرى ومشيت للدار ديال الاب ديالي. من بعد مده قصيره صيفط لي البرا ديالي وكان هو موجد من طبيعه الحال المراه وتزوجوا من بعد دغيا تزوج. صافي انا بلوكيت النمره ديالو نسيته بالمره. واخا هي صعيب انني ننساه لانها من بعد مده 4 سنين وانا كنت كنبغيه من الصغر. كيف باقي ما عرفتوش بان الزوج ديالي كان هو ولد العم ديالي. كنا كنبغيو بعضياتنا من الصغر. من بعد ما تزوجنا والام ديالو قالت لي هذا يكون سبب رئيسي باش ما ولدتيش معاه لانكم من عائله واحده. صافي هي هذيك هما تزوجوا وانا حاولت انني نتقبل الواقع. وخا دازت عليا فتره اللي صعيبه بزاف وما كنتمناها لحتى شي واحد ولكن حاولت نوقف على رجليا. من بعد جاني الخطيب الاول ولكن انا رفضت وجاني الخطيب الثاني وعاود عاوتاني رفضت. الصراحه ما قدرتش نعاود حياتي من جديد. دازت المده ومده. صافي جاني واحد الاتصال من واحد الرقم وهذاك الرقم ما مسجلش عندي. انا نجاوب على التليفون وانا نقول ليه الو. قال لي الو السلام عليكم واش عرفتيني. قلت ليه لا ما عرفتكش. ويقول لي انايا هو الطليق ديالك. قلت ليه علاش كتعيط دابا. قال لي كنعيط لك بالرقم ديالي ولكن انت راه مبلوكي الرقم ديالي وحاولت انني ناخذ نمره اخرى ونعيط لك بها. قلت ليه علاش كتعيط ليا. قال لي بغيت غير نتصالح انا وياك راني طلقت من المراه
الثانية وبغيت نرجع ليك، أنا ما غنلقاش ما أحسن منك. قلت لي شوف أنا ما بقيتش بغيت نرجع ليك، وما بقيت عارفة، ما بقيت باغا نعرف حتى شي حاجة عليك، صافي غادا تنساني بالمرة، ما تبقاش تتصل بيا مرة أخرى. وقطعت عليه التليفون، بقى كيصوني ما بقيتش كنجاوبو. صافي من بعد واحد مدة قصيرة جدًا جا للدار، حل عليه الأب ديالي هو يدخّلو، كيف ما كتعرفوا بأن الأب ديالي هو العم ديالو، ما قدر يقول حتى شي حاجة، دخلو للدار، استقبلو. هو يقول ليه بأنني طلقت، وقال لي: "ما هو سبب الطلاق ديالك؟" قال لي بأن المرا ديالي كانت حتى هي مطلقة من راجل آخر على حساب الولاد، هي باغات الولاد، وكانت دازت مدة الزواج ديالنا غير 3 شهور. من بعد مشات للطبيب، ملي مشات للطبيب دارت التحاليل ديالها، هي لقات عندها كلشي مزيان، والطبيب طلب مني حتى أنا ندير تحاليل. من بعد ما درتهم حتى أنايا خرج ليا بأنني ما كنولدش، وقال لي هنا كنت عارف بأن الزوجة ديالي الأولى كانت عارفة الحقيقة، ولكن كانت صابرة معايا وكانت باغاني نبقى معاها واخا هي كان ما عندها حتى شي مشكل. ودابا أنا جيت كنطلب السماحة وبغيتها ترجع ليا. قالت ليهم كيف ما كتعرفوا بان تلاح ليا على رجليا وكيطلب فيا وكيقول لي عافاكي غير رجعي ليا. قلت له هو تقول عمرني ما غادي نرجع ليك. صافي هذاك الشيء اللي كان بيناتنا مات، وما بقيت كنحس بحتى شي حاجه من جهتك. ودابا انا ما عرفتش شنو غادا ندير، واش نضطر اننا نرجع ليه ونكمل حياتي معاه، او نبقى نعاود نبني حياتي من جديد. المهم باش ما كان قولوا لي الاراء ديالكم باش انا نعرف. مع السلامه.